كتاب له أبطال، وبعض الأبطال على قيد الحياة، وبعض الأبطال رحلوا، ولكن احنا هنستدعي أحد الأبطال المهمين جدا الراحلين، وكمان نستدعي للمنصة علشان يقول كلمة ويقول شهادة كجزء من العمل الدرامي اللي اسمه الحصاد الأسود. حيوا معايا الدكتور سيد قطب والفنان الجميل جدا الأستاذ محمد فهيم، بطل مسلسل الجماعة وبطل كتاب الحصاد الأسود. اتفضل. اولا بشكر جدا السيد اللواء عبد الحميد على دعوته الكريمة اللي زادتني شرف بوجودي وسط القامات العالية اللي موجودة، واني بشارك في حفل توقيع كتاب، واني واقف على المسرح مع قامات كبيرة جدا يشرفني ويشرفني الوقوف امامهم. طبعا سبب وجودي هو اني عملت دور سيد قطب في الجماعة 2، وكان دور مرهق جدا وصعب جدا، ولكن اللي اتقدم في الجماعة 2 في سيد قطب هو حقيقي، لان انا عشان اعمل الشخصية دي انا قريت عنها كتير جدا، واللي تابع المسلسل وشاف الشخصية هيلاقي هو ده الحقيقة اللي انا قريته في الكتب. عاوز اقول حاجة مهمة جدا برضو، ان اللي بيحصل دلوقتي مهم قوي قوي قوي، لان المواجهة الحقيقية والاساسية للارهاب هو الفكر والثقافة، لان هم دايما زي ما بقول بالبلدي كده بيصطادوا الصغيرين قبل ما فكرهم ينور. فالمهم قوي اللي بيحصل دلوقتي هو القراءة. احنا لازم نرجع زي زمان، نرجع لشعب قارئ، شعب مطلع، لان يعني التنوير والثقافة هم اللي هيمنعوا الارهاب. واكتر الدول فيها تنوير وفيها ثقافة هي اقل الدول تأثرا بالارهاب. عايز نرجع للاصول، نرجع للغة العربية بتاعتنا. زمان افتكر لما كنت بقعد مع جدي وبيحكي لي، بيقول لي ان كان زمان كانت الامية كانت كبيرة، بس كان الشعب متنور. كان ممكن يسمع قصيدة لأم كلثوم يحفظها، قصيدة لغة عربية صعبة يحفظها ويحبها ويدندنها. النهاردة للأسف كتير قوي ما بيعرفوش يكتبوا عربي. احنا لازم نرجع للغة بتاعتنا، نرجع للأصول. وعايز استشهد بكلام دكتور علي الدين هلال لما قال نكون واقعيين جدا مع نفسنا، ولما قال التاريخ لازم نرجع للتاريخ ونقرأ التاريخ، لأن هو ده اللي هيحفظنا، لأن اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل. فمرة تانية بشكركم جدا، بشكر سيادة اللواء جدا، وكل عام هجري وانتم طيبين. شكرا.